أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أسرار الشرق أوسطية. طلب الرئيس الفرنسي ماكرون من ميلوني أن تكون وسيطا بينه وما بين الرئيس الروسي بوتين، وأن هذه القناة أو ما سماه بالحرف المكالمة الهاتفية التي قد تكون ضرورية وقد تفتح مسالك أخرى، على الأقل حسب ما رأيناه في مقال بريانوفسكي، لكن ذلك لم يكن سوى خداع، على الأقل عندما طرح الاقتراح الذي أراد مصادرة الأموال الروسية في الاتحاد الأوروبي ووقف ضد هذا الإجراء كل من بلجيكا وهنغاريا وسلوفاكيا، وهذه الدول هي التي لديها أموال روسية. هذه كانت الإشارة الأساسية الأولى، والألمان ذكروا أن 65% من الأوروبيين مع مصادرة الأموال الروسية وتسليمها إلى الأوكران. 90 مليار دولار اليوم سيضطر الأوروبيون لدفعها من خزائنهم، من أبناقهم، من مؤسساتهم المالية. هذا الوضع الدقيق للغاية جعل فينانشال تايمز تقول بأن الفرنسيين كانوا مخادعين، لأن الألمان لم يكن لهم بأي حال أن يقولوا بوجود 65% من الأصوات المساندة لقرارهم إلى جانب رئيسة المفوضية، إلا في حال إن كان الفرنسي مع الألماني. واضح أن الفرنسي كان يريد أن يلعب هذه الورقة، وهو الذي لعب قبلا مع البريطانيين ورقة إرسال وحدات عسكرية إلى أوكرانيا للقتال، أمر يتعلق باقتراح بريطاني فرنسي مدعوم من باريس اليوم، القرار ألماني ومدعوم من فرنسا. هذا ما ينظر إليه حاليا الروس، والروس كانوا واضحين بعد خروج هذا الاقتراح، أي الاتصال ببوتين، فذكر أن هذه المكالمة ستكون شفافة وستوصل ما يجب أن يسمعه الأوكران. كان هذا عن الجانب الروسي، لكن بعد كل الأزمة التي حدثت، انطلاقا من أولا الأزمة البلجيكية الفرنسية بخصوص الخلاف الواسع حول مصادرة الأموال الروسية، والمجموعة السبع رفضوا بدورهم ذلك، وإيطاليا كانت ضمن هذه المجموعة، وبالتالي فإن الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع الصناعية وقع هناك شنآن. لكن ما أراده ماكرون من رئيس الإمارات العربية المتحدة، وبعد أن ارتبطت قناة كل من ميلوني وأيضا قناة هنغاريا بمسألة تجميد الأموال الروسية وموقف الفرنسي الذي اعتبره الكثيرون بأنه كان مخادعا، وأن فرنسا لم تكن ترغب في ذلك ولكنها ناورت من أجل ذلك. وهذه لعبة مزدوجة على أقل تقدير يمكن القول بذلك. وهنا كان واضحا ماكرون وهو يتحدث إلى رئيس الإمارات بطلب وساطته مع الروس بشأن أمرين. لم يعد الأمر متعلقا بالأموال، إنما بمنع التواجد الدائم للغواصات الروسية في الجزائر أو في مقابل البحرية الفرنسية، لأن مثل ذلك قد يعد تحديا. هذه كانت المسألة الرئيسة التي اقترحها، بأن على بوتين ألا يرسل إشارات إلى غرب المتوسط، وهو أيضا سيمنع أوكرانيا من أي عمليات في غرب المتوسط بالمطلق. وهذه الضمانة لم تستطع بأي حال ميلوني أن تؤكدها. لذلك فميلوني وهي تتحدث إلى وسيط مع الرئيس الروسي ذكرت بأن أوكرانيا
أوكرانيا تتحرك إلكترونيا كالإلكترون في هذه المنطقة، وبالتالي فإن الوضعية الآن وضعية مختلة، وهناك من يدعم هذا المسار، وهي استعانت بعضو في الناتو إيطاليا من أجل التحقق إلى جانب العلاقات ما بين تركيا وما بين أوكرانيا. إذن السند ميلوني إلى الأتراك من داخل الناتو، وأيضا لعلاقتهم مع أوكرانيا لإبعاد كل ما يتعلق بأي ضربة في غرب المتوسط. لكن ذلك لم يكن واقعيا، ففي وقت سابق ضربت سفينة تابعة لوزارة الدفاع الروسية، لذلك فإمكانية التحرك تجاه أهداف روسية في غرب المتوسط لا يستطيع تأمينها الفرنسيون. وهنا فإن ما سمي بالتواجد الدائم للغواصات انطلاقا من الجزائر ومن مناطق أخرى لم تحدد، فإن هذه الوضعية وضعية دقيقة لجعل هذه المنطقة أكثر أمنا، وهذا يفيد من جهتين: الإيطاليين والفرنسيين والإسبان، وإلى جانبهم البريطانيون. والجانبان البريطاني والفرنسي يمكنهما الضغط على أوكرانيا لإبعاد هذه المنطقة. وفي وقت سابق وبعد أن نجحت عملية تفجير واضحة، كان بارزا جدا أن إعادة الضربات إلى المتوسط جزء من هذه الوحدة، وحدة ألفا. وحدة ألفا للإشارة فقط لديها مكتب في تل أبيب. ثانيا، لا بد من الحديث الفرنسي مع الإسرائيليين من أجل إبعاد وحدة ألفا للمخابرات الأوكرانية من تل أبيب، أو على الأقل إبعاد مخططاتها من غرب المتوسط. اليوم لا يرغب الفرنسي في الحديث مع الإسرائيلي في مرحلة عزلة حقيقية لإسرائيل، لكن مع ذلك نتنياهو استطاع أن يقود قمة ثلاثية قبرصية يونانية، وفي مقابل فرنسا وضد تركيا وضد عضو في الناتو، وبعيدا عن أي تفاهم مع فرنسا. لذلك فوضعية غرب المتوسط في هذه الظرفية وضعية استثنائية، وبالتالي فإن أهداف إسرائيل بخصوص شراء الجزائر لغواصات جديدة مهم جدا. بالنسبة لإسرائيل اليوم الوصول إلى القول في خلاصة أمنية أن غواصات جديدة لن تفيد كلا من مصر أمام اتفاق غازي، وأيضا يمكن أن تخدم الغواصات المصرية في تأمين الغاز المسال. إذن بالنسبة لهذه الجهة انتهت منها إسرائيل. بقي الحال مع غواصات أخرى يجب أن يعتبر بها الروس عندما يؤكدون أن المزيد من الغواصات للجزائر لن يفيد، لأنها أهداف يمكن أن تكون أهدافا، وهذا كله لعدم تشجيع الجزائر على المزيد من شراء الغواصات، وهذا هدف فرنسي إسرائيلي في آن. لكن المهم فيما يجري أن الإجابة التي قادها بوتين هو وجود غواصات روسية. في هذه الحالة فليس هناك ترتيب للمزيد من شراء غواصات من طرف الجزائر، فيما تضمن روسيا إلى جانب الجزائر جزءا من تأمين ما بعد المنطقة الاقتصادية. مياه المنطقة الاقتصادية لا بد من تأمينها بالشكل الكافي والكامل، وانطلاقا من المياه الدولية، وهذا جزء لا يتجزأ من مواجهة الشريك الروسي للجزائر للمنطق الجديد الذي أخذ به كل من الفرنسي والبريطاني وبدعم إسرائيلي في جعل الأوكران يعملون عبر وحدة الألفا في هذه المنطقة.
السؤال الآن: لماذا وحدة ألفا وهي تعمل في المياه الدولية المقابلة للجزائر؟ فهناك علاقات لا تسمح للعمل داخل المنطقة الاقتصادية، من خارج المنطقة الاقتصادية وفي المياه الدولية وفي مقابل الجزائر. إذن لدينا هذه النقطة الحساسة التي يرى من خلالها على الأقل الرئيس الفرنسي عدم وجود الغواصات الروسية بشكل دائم في الجزائر. هذا الذي يطلبه الآن، وأمامنا محاولة لإعطاء ضمانات. هذه الضمانات لا يريد الفرنسي أن يتورط فيها واحد اثنين، وهذا الذي يجعل من لعبة الخداع هذه تماما كما حدث مع الأموال الروسية ومع الغواصات الروسية، فالأمر سيان على الأقل حسب ما يراه المتابع الروسي في هذه المرحلة الدقيقة. والجزائر تتعاطى مع شريكها بشكل عادي فيما تعتمد على غواصاتها وعلى قدراتها في حماية مياهها ومنطقتها الاقتصادية، وهذا الذي يتأكد الآن بعد أن صدر تقرير عن الإيطاليين يقول بأن الجزائر تستطيع بنسبة عالية تأمين أجزاء واسعة من نقل غازها إلى إيطاليا حسب الإمكانيات الموجودة لديها. وبالتالي فالوضعية الآن ما بين تونس وما بين إيطاليا، التأمين الإيطالي نحو تونس والتأمين الجزائري في مقابل إيطاليا، كل هذا يخدم بشكل واضح خارطة تأمين لنقل الغاز الجزائري نحو أوروبا. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.